وأدت شراسة المعارك في محافظة نينوى بتنظيم داعش إلى اتخاذ الهجمات الانتحارية بالسيارات المفخخة كوسيلة لإبطاء تقدم القوات العراقية وكذا الكردية، وذلك لإرغامهم على العدول عن مواصلة الهجوم على مدينة الموصل. التفاصيل مع كريم عليلوش في هذا التقرير. تعرف معركة الموصل منذ انطلاقها الأسبوع الماضي تصاعدا متواصلا من حيث العمليات العسكرية وحدة الاشتباكات، وهو ما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف عناصر تنظيم داعش الإرهابي الذي اضطر إلى اللجوء بصورة أولى إلى العمليات الانتحارية كخطوة منه لوقف زحف القوات العراقية والكردية نحو معقله الأخير مدينة الموصل. كاميرات الوكالات العالمية رصدت العديد من تلك العمليات الانتحارية لحظة هجومها على الأرتال العسكرية التي تحاول التقدم نحو الموصل. هم يستخدمون كل عادة وسيلة المفخخات والعبوات الناسفة، ما يواجهونه. وتعرف العادي جبان وينهزم قدامنا، قاعدين حرر قاعد قرية برا قرية. تنظيم داعش الإرهابي الذي يخسر كل يوم مناطق جديدة، وهو ما يجعل عاصمة خلافته المزعومة في خطر سقوطها ناريا، ذهب كذلك لاستعمال الغازات السامة لوقف تقدم القوات العراقية. حالة اختناق بسبب احتراق كبريت المطراق بالقرب من ناحية القيارات، ومن كبار السن من الرجال والنساء، وخصوصا أطفال المرضى من أطفال الربو والتهاب القصبات وحالات عديدة. هو حال محافظة نينوى، سماؤها اسودت وهواؤها تلوث، ليكون بذلك المدنيون من يدفع الثمن غاليا في انتظار نهاية كابوس داعش من بلاد الرافدين. إلى الشأن الفرنسي الآن، أين قامت السلطات الفرنسية